اتفضل يا فندم، انا سحبت الحساب من الفيزا. تمام ماشي. نورتنا. تم الساحب 150. محمد، يا حبيبي، ده بتاع الباشمهندس اللي كان قاعد على الترابيزه دي. ترابيزه 5 اللي هناك. هو حاسب. حاسب بس فيزا مش كاش. خلاص ماشي. بقول لك يا محمد، اتفضل يا اخويا. طالب منك طلب اخويا. اتفضل. بس بالله عليك ما تكسفني. انا بنت عمي اللي في البلد في واحد مزنن عليها وعايز يتقدم لها وياخدها. راحت مكلماني وقالت لي لازم تنزل بدل ما البت تطير منك. بالله عليك، انت عارف ان دي حب عمري وشغال والله وطالع عين عشان خاطرها. تمام. خلينا ننزل اسبوع. اسبوع؟ معلش. انت شايف الدنيا قدامك يا احمد، تنزل اسبوع ازاي يعني؟ شايف زرية الشغل ازاي؟ واحنا الاثنين بس ماسكين المكان. طب خليها 3 ايام. لا 3 ايام كتير قوي، ازاي يعني؟ يومين. انت شايف الدنيا قدامك يعني اشتغل ال 24 ساعه؟ لا حقك على يومين. طيب بالله عليك استحملني، احنا لازم نشيل بعض يا صاحبي. ماشي احنا نشيل بعض، بس انت شايف الظروف الدنيا يومين قدامك. بس بالله عليك، يومين. لا تطير مني. يومين؟ اه. التالت هخصم لك يا باشا، هصفي لك فيها. هتخصم مصفي واعمل اللي عايزه، والله العظيم يومين. يومين. التالت هجيبه حد مكانك على طول. على طول يا باشا. ماشي ماشي يا عم محمد. اتفضل يا عم. الحمد لله وافق. كده الواحد مسح المحل. لا معلم، انت واخد مني 100,000 جنيه وكمان بتمسح عشان ما اشكش فيك. يا استاذ انا واخد 40 جنيه حق كوبايه القهوه. يا استاذ وانت صوتك بعد اذنك. بقول لك ايه يا استاذ، انا مش ماشي من هنا غير لما اخد الفلوس. ممكن اعرف مشكله حضرتك ايه؟ معقولة يا احمد تعمل كده؟ هو انت مريم بتشك في اخوكي؟ انت متخيله ان انا مدي ايدي على فلوس حرام؟ والله العظيم اتظلمت. انا مش عارف الراجل اللي بيقول فلوسه ضاعت ده بيتهمني انا ازاي؟ انا ما خدتش غير حسابي. يا رب الاقي حل. بس انا جاتني فكره. بقول لك ايه، خدي روح انت وانا هتصرف. يلا بس ما تاخريش وخلي بالك من نفسك. ماشي. يا اسطى. نعم. عامل ايه؟ الحمد لله. انت الكهربائي اللي احنا كلمناك من اسبوع؟ انت شغال هنا ولا ايه؟ كنت شغال هنا الصراحه. طب امرني. بس حصلت معايا مشكله كبيره قسما بالله. ممكن مشكله تسمعني؟ في الكهرباء يعني؟ لا ممكن تسمعني؟ حضرتك انا كنت بشرب قهوه هنا، اول ما حسبت بالفيزا والاستاذ خد الفيزا وخد الفلوس اللي عليها. ايه اللي حصل بعد اذنك يا احمد؟ ايوه فعلا هو كان بيشرب قهوه وانا اللي سحبته كان 40 جنيه حق كوبايه القهوه يا استاذ محمد. والله ما خدت حاجه غير كده وجاي تهمني في 100,000 جنيه. ازاي يا استاذ وانا لسه واقف بمسح؟ ازاي يعني انا ماشي من هنا ورحت الاي اول ما بطلع الفيزا؟ بعد اذنك. ما انا موطي صوتي يا استاذ. طب ايه اللي يثبت لك ان انا اللي واخدهم؟ طيب انا ماشي من هنا اخر مكان، يعني انت المفروض اللي واخد الفلوس. يا استاذ طب معاك اثبات بكده؟ اثبات ايه؟ ما انا شفتك في المرايه. اوه كمان على التيشيرت الابيض. ماشي خلاص باظ، اعمل ايه فيه؟ رساله اللي بمسحها. توريني تليفون حضرتك؟ اتفضل. يا استاذ ده عليه باسورد، يعني ازاي هو ان هو هيفتحه يعني؟ هو خليني ان انا همسح الرساله حضرتك. بص يا استاذ مش هترضى تتمسح غير لما الباسورد يتفتح. يعني انا ما عملتش حاجه زي كده. حضرتك لو معاك اي اثبات تاني غير ان انا امسح الرساله انا تحت امرك. وال 100,000 جنيه ملزومين مني قسما بالله، لكن انا مش هعمل حاجه زي كده واكمل في مكان شغلي. اكيد كنت هاخد الفلوس وامشي. وبعدين يا استاذ انا شغال هنا بقالي 3 سنين، انت كده بتضرني في اكل عيشي. وممكن يكون حد غيري هو اللي مسح لك الرساله او حد غيرك انت في البيت يكون مسك التليفون ومسحها، لكن انا ما عملتش حاجه زي كده. شايف انا اتهمت في كام؟ وانا والله طب العظيم دلوقتي جاب تقرير من الفرع اللي تبع الفيزا؟ لا ما جابش تقارير. المسج جايه باسمك برقمك؟ ما فيش حاجه جايه باسمه ولا برقم. امال فين دليل الاهانه اللي عليك ولا الادانه؟ المشكله في حاجه ان المدير يا استاذ محمد. يا استاذ حصل ايه؟ انا ممكن اروح معاه اي مكان، لكن والله انا ما فتحت تليفون. خلاص انا اعرف الفلوس دي مين خدها. اوعى كده يا استاذ محمد والله انا ما خدت فلوس. امال ايه الكلام اللي بيقوله ده يا احمد يعني؟ ازاي يا استاذ محمد؟ ما هو التليفون بتاعه عليه باسورد. انا ما عملتش حاجه زي كده. وطالما وصلت للشك انا مش بعد اذنك يا استاذ احمد 3 ايام اجازه لحد ما نشوف المشكله دي ايه.
المدير اللي مؤاخذه في الكلمه ما عارف يتكلم، لا عارف يحل ولا عارف يربط. ما هو غصب عنه برضه، الرقم يا صاحبي كبير، انت عارف يعني ايه اتهم في حاجه زي كده. بس انا طالب طب انت منك، عايزني اساعدك ازاي؟ طالب منك طلب. امرني. ديت كاميرا. يا جدع انت ايه بتصورني صوت وصوره ولا بتعمل ايه والله دلوقتي؟ ما بصورك، انا دفعت كل فلوس عشان اعرف اجيبها واثبت البراءه بتاعتي. عايز اشوف يا صاحبي حد بيدخل المكان ويسرق الناس ولا لا. وانت بتركب الكهرباء هتحط دي في نص الصاله. لا اعفيني انا، اعفيني بالله عليك، ما تضرنيش في لقمه عيشي بقى، ما تضرنيش. بالله عليك يا اخي لا انت ليك عليا، اكلم لك الباشا صاحب المحل وهو بقى ينزلك الشغل، ما ينزلكش دي حاجه ترجع له. هو ما نزلنيش، بس ما انا انت كده تلبسني لو حد عرف بحاجه زي والله كده. ما هقول لحد يا اخي. زي بعض اقف جنبي يا اخي، اقف اخويا زي بعض، حط نفسك مكاني. بالله عليك ما حد يعرف، انا هتضر. والله العظيم ما هقول لحد. سائل عليا والله ما هقول لحد، بس بالله عليك تركبها لي انت وبتركب الكهرباء جوه. معايا البرنامج بتاع الكاميرا دي انا على التليفون، انا هشوفها صح. معلش. شاكك في حد من اللي شغالين معاك؟ لا مش اللي شغالين، انا شاكك في زباين. لان اليومين اللي فاتوا دول كانت بتيجي واحده كده بتقعد، لا بترضى تطلب حاجه ولا بترضى تتكلم، تيجي تقعد وتمشي. هي بتيجي باستمرار هنا؟ بتيجي باستمرار، فانا عايز اشوف يا صاحبي الموضوع ده انا السبب فيه ولا حد غيري. ماشي ماشي، انا واقف جنبك لوجه الله. حبيبي اخويا، الف شكر. العفو. يا رب. جرب كده يا ابو حميد. الله اكبر، كده كله تمام يا باشا. كوبايه القهوه عشان امشي انا.